طيب نتعرف بيك. الاستاذ محمود الخواجه، حضرتك بركوز خدمه اجتماعيه، سواق مع حافظ السواق مركز البليانه. بتاخد كورسات انجليزي يا استاذ محمود؟ نعم. طيب 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 النهارده ايه في الايام؟ النهارده الخميس. يعني ايه بالانجليزي؟ الكل هيس. لا يعني ايه بالانجليزي؟ يعني كده بالحب وبتاع، وانا راجل شغال في السوق وبتاع، انا عايز اتكلم عن المجتمع. هتكلم عن المجتمع يا عم احنا هنتكلم عن انجليزي. عايز اتكلم عن المجتمع وبعد كده اتكلم اكيد. والله نتكلم عن انجليزي شويه. طيب تحدي يا عم غيري. هخليك تتكلم عن المجتمع. عايز تقول ايه عن المجتمع؟ عايز اتكلم عن المجتمع عشان انا بكس خدمه اجتماعيه. المجتمع تنميه بشريه، تنميه اجتماعيه معاك. نحن عايزين نفيد المجتمع في اعمال حره، في بتاع كده يعني. قول وانا معاك. طب ماشي اتكلم عن المجتمع، انا سامع. اتكلم عن المجتمع. النهارده في ناس من الاشخاص لا تفقه شيء في المجتمع. النهارده الانسان بيبني، يعني واخد لي بال حضرتك ازاي، بيبني مستقبل من حياه ثانيه. في شخص ثاني بيبقى لا يدرك عن المجتمع، سواء فاهم عن المجتمع ام غير عن المجتمع. المجتمع النهارده لو انت فاهم عن المجتمع هتبقى ماشي صح، لكن انت مش مستخدمش المجتمع تتعب. تعرف ده مش عارف ايه ومش عارف ايه وكده وبتاع. انا بعترض يا ريس على كده وبتاع بتاعته دي. يعني انت فهمت كل اللي فات وجاي بتعترض على الكلمة دي؟ اتفضل يا استاذ كمل يمكن نفهم حاجة. فالانسان بيبقى طريق قدامه صحيح وطريق خطأ، بيده نفسه الهلاك. وده اللي حضرتك لازم تتعرض عليه واقل من الناس وكل اللي عليه. وحضرتك ممكن تسال لو حضرتك مثلا الست دي والراجل ده هم اللي حافظين على ايه، هتجيب هيئه المحلفين يحلفوا بنفسهم ويبقى انت شر لهم حاجه الناس اللي عليه، وربنا يتنيل يقولوا ثم كل الحسن اللي حضره القاضي. وبيده لنفسه يرمى للصح. فالانسان لازم يمشي على المجتمع علشان يرتاح، ولو هو ماشي عن نظام المجتمع وبتاع وخلي بال حضرتك هيرتاح فيما بعد وكذا الدنيا. لكن النهارده في بعض من الشباب لا يفقه شيء على المجتمع. والله اعلم ما اقول شيء. حبيبي يلا ما شاء الله يخليك.